مقادير أن تجمعه الصدفة بالمنى ابنة القلب. هذا تكذب يا خالد. أعلم أن وجهتك ليست السفر بل السرداب. قدم لخطبة طبيب وقد وافق. الرأس يجر أذيال هزيمته بصوت عال وزفوريك لقد اكتشفت عن باب حديدي صديق يرقد تحته. هذا السرداب هو الاكتشاف الأعظم الذي قصده للنجاة بحياة، إنما قذفته الأرض من جوفها. قد توقفت عقارب ساعته تماما عن الحركة، كأنما توقف الزمن نفسه. وحين كاد اليأس يلتهمه لمح طيف رجلين يعدوان عن بعد، فنهض وجرى نحوهما بكل ما أوتي من قوة، لكن هيئتهما الغريبة ولهجتهما الفصحى أثارتا حيرته. حين سألهما عن مكانهما لم يفهما سؤاله، وحين سألهما ساخرا هل نحن في السعودية نظر إليه أحدهما في دهشة. ماذا تعني السعودية؟ أيقن خالد أنهما تائهان مثله، فأخرج من جيبه ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات وعرضها عليهما قائلا: معي مال يمكننا شراء طعام إن دللتماني على الطريق. فما كان من أحدهما إلا أن يخطف الورقة من يده ووضعها في فمه ومضغها وابتلعها في جوع غريب. ذهل خالد من المشهد، لكن دهشته ازدادت حين قال له الرجل الآخر: يبدو أنك كريم وغني جدا. نظر خالد إلى ملابسه الممزقة التي غطاها غبار السرداب، وتساءل أي غنى يتحدث عنه هذا الأحمق. وحين ضاق به الصدر وسألهما المرة الأخيرة: أين نحن ومن أي شيء تهربان؟ أجابه الذي أكل النقود: نحن فقراء والصحراء أرحم بنا من أرض زيكولا. مالت الكلمة في ذهن خالد: أرض زيكولا؟ سأله الآخر في استنكار: من يوجد في هذا الزمان ولا يعرف أرض زيكولا؟ ثم أشار بيده إلى الأفق وقال باحتقار: إنها هناك بالأسفل أيها الغني. ثم تركه وواصل جريهما في الصحراء. سار خالد إلى حيث أشار الرجل ليجد نفسه واقفا على حافة هضبة شاهقة، وعندما نظر إلى الأسفل حبس أنفاسه. قد امتدت أمامه مدينة عظيمة ذات منظر بديع يتخللها مساحات خضراء مسطحات مائية كأنها واحة أسطورية في قلب الصحراء. في قلب الصحراء المترامية كان خالد يشق طريقه متعثر الخطى، كأن الرمال تحاول ابتلاعه. مع كل خطوة عطشه يلعب حلقه وجوعه ينهش أحشاءه، لكن عينيه ظلتا متعلقتين بالأفق حيث يتراءى طيف مدينة غامضة كأنها سراب أو وعد بعيد لا يريد أن يتجلى. تساءل في نفسه: أين تقع أرض زيكولا؟ وهل هي حقا جزء من هذا العالم؟ وصل المسير حتى أوشك اليأس أن يطغى على قلبه. حينها لمح فارسا ينتطي جوادا يقترب منه، فتهلل قلبه بالأمل، لكنه حين حاول الاستعانة به قابله الفارس بالصد والجفاء، تاركا إياه غارقا في حيرته. مرة أخرى فأعاد خالد المحاولة، غير أن المصير نفسه تكرر، وكأن الطريق يرفض أن يمد له يد النجاة. ومع اشتداد الشمس ووهجها حس خالد بثقل الجسد، لكن داخله ظل مشدودا بخيط من الأمل الخافت أن يصل إلى تلك الأرض الموعودة. وبينما كان يترنح على الطريق ظهر له شاب يقود عربة تختلف عن سابقتها، أكثر متانة وهيبة. لما اقترب منه لمح خالد في عينيه بريقا مغيرا، فاندفع نحو مؤخرة العربة وتمسك بها بكل ما تبقى من قوة. التفت الشاب نحوه فابتسم خالد وقال بصوت مكحوح: شكرا. أجابه الشاب هانسا: اصمت، لا تدع أحدا يسمعنا. وكان في تلك الكلمات وعد غامض بفرصة جديدة أو بداية حكاية أخرى لم تكتب بعد. انطلقت العربة مسرعة نحو زيكولا يحث سائقها جيادة، بينما ظل خالد متشبثا بمؤخرتها مع الشاب، لا يستطيع أن يرفع عينيه عن رفيق دربه الغريب، متعجبا من ملابسه بقدر ما بدا على الآخر من دهشة من هيئته هو. ومع الاقتراب من سور شاهق أشار إليه الشاب أن يقفزا، وما إن استقر على الأرض حتى انقطعت أنفاس خالد. أمامه انتصب سور يناهز ارتفاعه 5 طوابق، تزينه نقوش بديعة وتتوسطه بوابة أثرية ضخمة مسرعة على مصراعيها، يتدفق منها سيل لا ينقطع من العربات. أشكرك جزيل الشكر، قال خالد. لا تشكرني يا أخي، فقد كادت حرارة الشمس تقتلني أنا أيضا. أجاب الشاب ثم أردف: يبدو عليك أنك غريب. أجل، أنا من الباهو فريد، قرية بجوار المنصورة. تجمدت ملامح الشاب في حيرة تامة. أقصد من مصر، استدرك خالد، لكن دهشة محدثه لم تتبدل. ماذا تعني مصر؟ هل هي في الشمال؟ ألا تعرف مصر أم الدنيا؟ صاح خالد غير مصدق. لا يا أخي، لا أعرفها. صمت خالد للحظة ثم تنهد وكأنه يسلم بغرابة هذا العالم. أجل، هي بالشمال. ثم سأل: وأين نحن؟ ألا ترى؟ نحن في زيكولا، أرض الذكاء. لم يتمالك خالد نفسه من ضحكة ساخرة. أجل، الذكاء يتجلى بوضوح في كل من قابلتهم حتى الآن. ثم أصر: ولكن تتبع أي دولة؟ أي قارة؟ لا أفهم قصدك، إنها زيكولا وحسب. أجاب الشاب في عجلة: علي أن أتركك الآن، فقد أضعت الكثير من وقت العمل. اسمي خالد. وأنا يامن، حظا سعيدا في أرض زيكولا. ثم اختفى في الزحام. تقدم خالد نحو البوابة بعملاقة، وما إن عبرت العتبة حتى صارت في جسده رجفة عنيفة، واعتصره ألم حاد كاد
أن يفتك برأسه، فهوى على ركبتيه قابضا على رأسه بكلتا يديه. استمر العذاب دقائق بدت كأنها دهر، ثم كما ظهر فجأة تلاشى الألم تدريجيا. نهض وواصل سيره إلى داخل المدينة. سار خالد في المدينة وكأنه يمشي في حلم يقظة. كان يتأمل الوجوه التي كانت مرايا للأفراح والأحزان، والأزياء متنوعة بشكل ساحر. الشيوخ يرتدون الجلابيب والعمائم، أما الشباب فكانت سراويلهم فضفاضة تضيق عند الكاحلين، تعلوها قمصان من الجلد أو القماش المشغول بحرفية عالية. أما النساء فكن يرتدين فساتين فضفاضة زاهية الألوان كاشفات الرؤوس، وقد لفت جمالهن انتباهه، لكنه لم يجرؤ على إطالة النظر جاهلا بعادات المكان. كان يسير مبهورا بانسجام معماري لمباني متراصة والمبنية من الطوب المحروق والخشب، والتي لا يتجاوز أي منها 3 طوابق في كمال بدا وكأنه يتحدى الزمن. قادته قدماه حتى وقع بصره على مكان تفوح منه رائحة الطعام، فصرخت أمعاؤه من فرط الجوع. جلس وطلب ما يسد رمقه، فجاءه رجل بالخبز واللحم وبادره بنفس اللقب الغريب: شكرا لتشريفك لنا أيها الغني. تكررت الكلمة في أذنيه للمرة الثانية، فابتسم ساخرا. أكل حتى شبع واستعاد بعضا من قوته، لكن الرجل لم يعد ليأخذ ثمن طعامه. مضى في طريقه وقد قرر أن يذوب بين أهل المدينة حتى يفهم حقيقة هذا المكان. فدخل متجرا للملابس، لم يكد يخطو خطوة إلى الداخل حتى بادره صاحبه بالسؤال: لستني زيكولا؟ ومأ خالد برأسه، فأعطاه الرجل زيا محليا أنيقا، بنطالا فضفاضا وقميصا منقوشا، ثم صرفه بنفس كلمات صاحب المطعم: شكرا لتشريفك لنا أيها الغني. عندها تذكر الرجلين في الصحراء، وأيقن أن ما حسبه جنونا منهما هو في الحقيقة كرم بالغ من أهل هذه المدينة. سار في المدينة بزيه الجديد يتأمل كل شيء بعين الغريب، ولاحظ أمرا حيره، فعلى كل متجر كتبت أرقام تتبعها كلمة وحدات. أي وحدات تلك؟ لم يفهم. ومع حلول الظلام فوجئ بأن المدينة على الرغم من ثرائها الظاهر لم تعرف الكهرباء بعد، لكن دهشته سرعان ما تحولت إلى انبهار حين اشتعلت المشاعر في كل زاوية، فأضاءت المدينة بنور ناري دافئ لا يقل وهجا عن المصابيح التي أتلفها. في براعة هندسية أخرى أضافها إلى عجائب هذا المكان، جلس على جانب الطريق وقد كاد النعاس يغلبه حين لاحظ أن أهل المدينة يستعدون لاحتفال ما. كانت الأجواء مفعمة بالمرح والبهجة. اقترب منه فتى صغير فسأله خالد عن سر هذا الاحتفال. أجابه الفتى بحماس: الاحتفال لم يبدأ بعد. متى سيبدأ إذن؟ سأل خالد بلهجته المصرية. تعجب الفتى من لكنته، فقال له خالد إنه غريب من الشمال. تقصد أنك كنت غريبا؟ صحح له الفتى. أما الآن فأنت من أهل زيكولا. ثم أضاف: الاحتفال الحقيقي سيكون غدا، إنه أعظم احتفال في الكون. سأله خالد عن سبب الاحتفال، فبدا التعجب على وجه الفتى وقال: إنه يوم زيكولا، اليوم الذي يجعل من مدينتنا الأشهر في التاريخ ويسعد به كل أهلها. ثم صمت للحظة وأكمل بنبرة مختلفة: ما عدا شخصا واحدا بالطبع. سأله خالد بفضول: ومن هو ذلك الشخص؟ ضحك الفتى ثم تنهد ونظر إليه بجدية لم تكن تليق بسنه الصغير وقال: سيدي، في يوم زيكولا يذبح أفقر رجل في المدينة. وقع الخبر على خالد كالصاعقة حين همس الفتى بأن يوم زيكولا هو يوم يقدم فيه أفقر رجل في المدينة قربانا. اجتاحته موجة من الهلع، فكيف لا يكون هو ذلك القربان ومعه نقود لا قيمة لها في هذه الأرض الغريبة؟ لكن بصيص أمل لاح في أفق يأسه حين علم أن الضحية قد اختيرت بالفعل، بعد أن نجح سجينان آخران في الفرار ليترك رفيقهما الثالث لمصيره المحتوم. انسحب خالد إلى عزلته تغوص أفكاره في بحر من الحيرة. من أين أتت زيكولا هذه؟ وكيف وصل إلى عالم أهلها غريبو الأطوار؟ ترقصت في ذهنه شكوك بأنه ربما عبر بوابة زمنية من خلال ذلك السرداب المظلم، فكل ما حوله من ملابس الناس وعربات الخيل وجنود السيوف والدروع ينطق بعصر قد ولى. ازدادت حيرته حين سأل الفتى عن التاريخ، فجاءه الرد الذي زلزل كيانه: نحن في نهاية العام 9 بعد 2000. عندها غارت به الدنيا وسقط مغشيا عليه. في صبيحة اليوم التالي استيقظ على كرنفال صاخب من الألوان والأصوات. كانت المدينة تغني وشوارعها تموج بحشود ترتدي أبهى الحلم، يسيرون في موكب مهيب لا إيقاع موسيقى سماوية لم تسمع أذناه بمثلها من قبل. وسط هذا الاحتفال أثرت لبه إطلالة فتاة كأنها البدر في تمامه، تقف في عربة فاخرة وتنثر الورود على الجموع. كانت أسيل طبيبة زيكولا كما علم لاحقا. في خضم الزحام لمح خالد يامن رفيقه من الصحراء، فشق إليه طريقه بصعوبة. أخبره يامن أن هذه هي طقوس زيكولا، وأن وجهتهم جميعا هي ساحة الاحتفال الكبرى حيث سيذبح رجل. وبينما كانا يسيران قذفت أسيل بوردة طارت في الهواء وهبطت قريبة منه، فتسابق مع الشبان ليفوز بها، وحين التقطها التقت عيناه بعينها فتبادل ابتسامة سريعة أشعلت في روحه شعورا دافئا. عندما وصلوا إلى الساحة ظهره مشهد الحشود التي تجاوزت 50,000. هناك قدمه يامن
ينضوي إلى صديقه الحميم إياد. حين أفصح خالد عن نيته بالرحيل قريبا انفجر الصديقان في ضحك ساخر. نظر إليه نظرة غامضة تركت في نفسه أثرا من الريبة والوجد، وكأنه نطق بسر لا يغتفر في أرض زيكولا. أخرس دوي الطبول كل كلام، وساد صمت رهيب لم يكسره إلا صعود رجل ضخم الجثة إلى منصة عالية يلمع في يده سيف طويل مشحون. أيقن خالد أن نبوءة الفتى كانت حقيقية، وأن مشهد الذبح بات وشيكا. سحب إلى المنصة شاب حليق الرأس، بدا عليه الهزال والمرض، ثم أجبر الجميع على الركوع بما فيهم خالد الذي جذبه يمينا إلى الأرض. وفي لحظة خاطفة هوى السيف على عنق الشاب، انبجست دماؤه لتصبغ المنصة بلون قرمزي، بينما انفجرت الخشود بهتافات الفرح والابتهاج، وعادت الموسيقى لتعزف ألحانها المبهجة. قد تجمد في مكانه وسرت في جسده رعشة عنيفة وهو يحدق في الجسد المسجى بلا رأس. لم يكن عقله قادرا على استيعاب هذا الجنون، فكيف يحتفل بموت إنسان لأنه فقير؟ صرخ في يام وإياد من جديد مستفسرا عن غرابة رغبته في الرحيل. جاءه الرد كضربة مطرقة على لسان إياد. يا صديقي، لقد أغلقت بوابة زيكولا فجر اليوم ولن تفتح إلا بعد عام كامل. لا أحد يستطيع المغادرة حتى ذلك الحين. عندها انفجر خالد يائسا. وماذا أفعل؟ أنا أفقر من ذلك الذي قتل، لا أملك شيئا على الإطلاق. نظر إليه يام نظرة غامضة، ثم نطق بالسر الذي قلب عالما خالد رأسا على عقب. يا صديقي، عملتنا مختلفة تماما. عملة أرض زيكولا هي وحدات الذكاء. وأردف بنبرة غيرت ملامح الكون في عيني خالد. الأغنياء هنا هم الأكثر ذكاء، والفقراء هم الأقل ذكاء. نحن نعمل ونشتري وندفع من ذكائنا. عليك أن تحافظ على ذكائك وتنميه طوال هذا العام، وإلا سيكون مصيرك كمصير هذا الذبيح. حاول خالد أن يجادل، متذكرا أنه أكل واشترى ملابس جديدة دون أن يدفع شيئا، فابتسم يامن ابتسامة تحمل في طياتها شفقة ومعرفة مريرة. وهل ظننت أن شيئا هنا بالمجان؟ إن وحدات الذكاء لا تدفع باليد، بل تسحب من عقلك مباشرة بمجرد قبولك للثمن المعروض. ما فعلته يا صديقي هو أنك بعت الكثير من ثروتك دون أن تدري. ثم نظر إلى إياد وأكمل بنبرة خافتة. يبدو أن صديقنا قد فقد بالفعل جزءا لا يستهان به من ثروته. بلهفة الغريق تعلق خالد بسؤال يامن: وكيف لك أن تعلم؟ فجاءه الرد كهمس بارد: إن وجهك هو مرآة ثروتك يا صديقي. كلما انطفأ وجهه وزاد شحوبه كان ذلك دليلا على أنك تفقد من ذكائك. فالغنى هنا يكسوك نضارة الشباب، والفقر يسلم جسدك للمرض. وأضاف أن الطبيبة أسيل هي من تفصل في الأمر، فتختار من بين المرضى الثلاثة الأكثر فقرا ليكونوا قرابين زيكولا. لم يعد خالد يحتمل، صرخ بهم: أنتم مجانين! ثم انطلق كالسام بلا هدي، وقلبه يدق بعنف طبول الحرب. اخترق أمواج البشر المبتهجة، لا يرى أمامه سوى هدف واحد: بوابة زيكولا. لكنه وجدها موصدة يحرسها رجال كالجبال. تقدم من أحدهم وتوسل إليه ليخرج، فقابله الحارس بضحكة ساخرة معتبرا إياه مجرد سكين يهدي. وحين أصر خالد ودفعه هدت على وجهه لكمة قوية أطاحت به أرضا وأسالت الدماء من حاجبه. نهض خالد مترنحا، لكنه لم ينظر إلى الحارس بل إلى الدرع المصقول الذي يحمله. لقد كان كالمرآة، وما رآه فيه لم يكن وجهه الذي يعرفه، بل قناعا شاحبا بلون الموتى يؤكد كل كلمة قالها يامن. عندها فقط أدرك الحقيقة المرة واستدار عائدا يجر أديار الخيبة واليأس. يسير في شوارع المدينة كجسد بلا روح، تطارده فكرة البقاء عاما كاملا في هذا الجحيم، وصورة جده وحيدا بدونه تجلد ذاته. وفي شروده كاد أن يدهسه حصان عربة أسيل. نزلت الفتاة لتطمئن عليه، لكنه مضى في طريقه دون أن يلتفت لندائها، غارقا في محيط يأسه. انتهى به المسير إلى بحيرة واسعة، وشرب من مائها العذب وجلس تحت شجرة. وهناك في عمق كربه بدأ عقله اليائس يبحث عن ملجأ في الصقرية السوداء، فتخيل أصدقاءه ووالد منى يقدمون أضاحي في زيكولا لغبائهم، وضحك بمرارة. ثم انشطر صوته في داخله إلى صوتين، أحدهما يائس والآخر يملأه صقيع الواقعية ويقول له: ليس أمامك خيار آخر، تكيف مع الوضع، فأهلا بك في زيكولا. نظر إلى الألعاب النارية التي تزين سماء الليل، وقرر أن ينتظر حتى ينتهي هذا اليوم المجنون ليرى وجه زيكولا الحقيقي. لم تكد شمس اليوم الجديد تشرق على خالد النائم بجوار البحيرة، حتى مزق سكون الصباح صراخ مفزع لامرأة تستغيث بابنها الذي ابتلعته المياه. لم يتردد خالد للحظة، فانطلق كالسهم نحو البحيرة بملابسه يسارع العمق المفاجئ للمياه حتى وصل إلى جسد الفتى الغائب عن الوعي، وعاد به إلى الشاطئ. على اليابسة
وأمام عيني الأم المنهارة والجموع التي بدأت تتكاثر بدأ خالد معركة يائسة ضد الموت. تجاهل كل من حوله بما في ذلك صوت أسيد التي شقت طريقها بينهم آمرة إياه بالابتعاد. كان في عالم آخر يضغط على صدر الفتى الصغير وينفخ الحياة في رئتيه في سباق مع الزمن. وفجأة شهق الفتى شهقة الحياة وعادت النبضات إلى عروقه. هنا فقط رفع خالد رأسه وقال للأم الباكية إنه بخير، وفيما كانت الأم تشكره وتعرض عليه مقابلا لإنقاذ ابنها وهو ما رفضه خالد باستغراب. كانت عيناه قد التقت بعيني أسيد. تجمد الزمن وهو يتأمل جمالها عن قرب لأول مرة، جمال فاق كل تصوراته. همس باسمها دون وعي لتسأله هي كيف فعل ذلك وكيف تجرأ على تجاهل أوامرها كطبيبة. بابتسامة المرهقة شرح لها أن ما فعله لم يكن سحرا بل مجرد دورة إسعافات أولية تعلمها في مدينة القاهرة. ثم أخرج من ملابسه المبللة تلك الوردة التي التقطها بالأمس وقدمها لها. تجاهلت أسيل الوردة وتعلقت عيناها به متسائلة عن لهجته الغريبة وعن القاهرة التي لم تسمع بها. اعترف خالد بأنه ليس من زيكولا وأنه دخلها حديثا قبل أن يغلق بابها ليجد نفسه سجينا فيها. صاد صمت قصير بدت فيه أسيل وكأنها تسترجع ذكرى بعيدة، ثم نظرت إليه بعمق وقالت بنبرة غيرت كل شيء: مثلي تماما. بلافة لم يستطع إخفاءها. ردد خالد سؤالها: مثلك؟ فأومأت أسيل برأسها وبدأت تروي حكايتها على شاطئ البحيرة. حكاية بدأت قبل 14 عاما في زمن الحروب الطاحنة بين زيكولا وبلدتها بيجانا. قصت عليه كيف خرج جيش زيكولا في يومه المشؤوم وكيف أهلكوا بلدتها وعادوا في جعبته الكثير من السبايا، وكانت هي من بينهم طفلة في العاشرة من عمرها. تحدثت عن زمن كان فيه الرق جزءا من حياة زيكولا وكيف سقطت هي والآخرون تحت لعنة الزيكولا فأصبحت حياتهم تقاس بوحدات الذكاء. لكن القدر ابتسم لها حين اشتراها رجل حكيم رحب القلب لم يعاملها كأمة بل منحها من علمه في الطب والحكمة وأهداها حريتها وكنزه الأثمن كتبه قبل أن يرحل عن الدنيا. من رحم هذه الكتب ولدت أسيل طبيبة زيكولا التي أصبحت تداوي أمراضهم مقابل ذكائهم، تجمع ثروة طائلة جعلتها من أغنى الأغنياء. وحين سألها خالد عن سر بقائها في أرض آسيرها جاء جوابها معقدا، فقد تحولت زيكولا من بعد كل هذه السنوات إلى وطنها وحبت فيه قوتها التي لا تقهر، حتى إنها تنبأت بأنه سيقع في حبها هو الآخر. غير أن سؤاله عن مكانهم في هذا العالم الغريب ضاع في الهواء إذ قاطع حديثهما وصول فتاة تخبر أسيل بأن مريضا ينتظرها، وقبل أن تغادر وعدته بلقاء آخر بجوار البحيرة التي أصبحت مسكنه. بعد رحيلها تصادمت الأفكار في رأس خالد، وقد وجد أخيرا شخصا يشبهه في هذه الأرض، لكنه سرعان ما نفض عن رأسه حلم الثراء. فهدفه الأسمى كان الخروج والعودة إلى دياره، ولكي يخرج عليه أولا أن يبقى على قيد الحياة، ومن أجل البقاء كان عليه أن يجد عملا. انطلق خالد في شوارع المدينة يبحث عن عمل، لكن الأبواب كانت تصد في وجهه واحدا تلو الآخر. وبينما هو جالس على قارعة الطريق وقد نال منه التعب واليأس ظهر يامن. شرح له صديقه أن أصحاب المتاجر لن يوظفوه لأنهم لا يريدون مشاركة أرباحهم من وحدات الذكاء. ثم في لحظة مفاجئة عرض عليه عملا آخر، عمل وصفه بأنه شريف الأقوياء وأجره قليل لكنه كافي. لم يتردد خالد وقبل العرض على الفور، فقال له يامن بابتسامة غامضة: إذن هلم معي. سار خالد مع يامن نحو الأطراف الجبلية من المدينة، وهناك تراءى له مشهد لم يكن ليتخيله: حشود هائلة من الفتيان والفتيات يعملون كخلايا النحل في نشاط دؤوب لا يتوقف. كان المشهد مهيبا، خلية بشرية عملاقة تنحت الصخر وتصنع منه طوبا للبناء. أوضح له يامن أنهم سيعملون هنا بتقطيع الحجارة مقابل أجر يومي قدره 7 وحدات من الذكاء. ابتسامة تحمل مزيجا من التحدي والسخرية من تقلبات مصيره. قبل خالد من العرض، خلع قميصه ورفع فأسه وهوى بها على الصخور بقوة أثارت إعجاب الجميع. سرعان ما تحول العمل إلى منافسة حامية بينه وبين يامن، سباق أشعل حماس بقية العمال وجعل العرق يتصبب من جسده اللامع تحت الشمس مبرزا عضلاته المفتولة. وخلال فترة الراحة لم يستطع خالد إخفاء دهشته وهو يرى الفتيات يعملن بنفس القوة والعزيمة يحمين الأحجار الثقيلة. أوضح له يامن أن قانون زيكولا لا يرحم، بمجرد بلوغ 17 يصبح الجميع فتيان وفتيات مسؤولين عن جمع ثروتهم من الذكاء. وأضاف: هنا لا أحد يعطي الآخر من ذكائه بلا مقابل، حتى الزوج لزوجته، إما أن تعمل المرأة أو ترث وإلا فمصيرها الهلاك. عندما سأل خالد عن الميراث أكد يامن أن الثروة الوحيدة هنا هي الذكاء. جلس خالد على شاطئ البحيرة وعقله يدور في فلك سؤال واحد: هل ستأتي أسيل؟ كان يمني النفس بلقائها ليقص عليها حكايته، عله يجد لديها العون، فهي تبدو أكثر حكمة من الآخرين. وبينما
وكلما كان يناجي نفسه بدأت آلام جسده تشتد بفعل مجهود العمل الشاق، وظل ينتظرها حتى غلبه النعاس دون أن تظهر. في صباح اليوم التالي بينما هو في طريقه إلى العمل اعترضه 3 رجال أشهر أحدهم سكينا في وجهه وطالبه بنصيبهم من أجره. لم يستوعب خالد في البداية، لكنهم أوضحوا أنهم يريدون وحدة ذكاء كل يوم مقابل حمايته. وحين رفض بغضب انهالوا عليه بالضرب، لم ينقذه من بين أيديهم سوى تدخل يامين الذي نصحه بالقبول ودفع الإتاوة. يامين لخالد المذهول أن هؤلاء البلطجية ليسوا خارجين عن القانون في سيكولا، فهذه هي طريقتهم للبقاء على قيد الحياة، والقانون لا يعاقبهم. نصحه كذلك بأن لا يقترب من مخزونه الأصلي من الذكاء، فهو حصنه الأخير ضد الفقر. ومرت الأيام وتحولت حياة خالد إلى روتين قاسٍ. يستيقظ يدفع الإتاوة ثم يتجه إلى عمله ليهوي بفأسه على الصخور حتى المغرب. تغيرت ملامحه وطال شعره وكست وجهه لحية خفيفة، ونمت عضلاته حتى أصبح يعرف في المدينة بالغريب القوي. كان يمضي لياليه على شاطئ البحيرة ينتظر أسيل، رافضا لقاء يامين على أمل أن تأتي. لكن الأيام تحولت إلى أسابيع، والأسابيع إلى شهر، وأيقن أنها قد نسيت وعدها. ومع ذلك فقد استعاد وجهه نضارته واختفى شحوبه بعد أن نجح عمله الشاق في تعويض ما فقده من ذكائه عند دخوله سيكولا. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك واشتراك في القناة حتى نستمر بنشر المزيد إن شاء الله.